بس اليو ديانج ده لاعب فاشل ولازم يمشي، والاهلي لازم لما يجيب لاعب اجنبي يكون اعلى من اللاعب المحلي لما يمشي. ما ينفعش يبقى زيه في مستوى مروان عطيه او اقل منه ويبقى لاعب محترف وياخد بالدولار. لازم نعوض اليو ديانج بكواليتي عالي ونمشيه. اهدى بس كده وصلي على النبي، لان الكلام اللي انت بتقوله ده كلام حلو ولكن في نفس الوقت كلام عبثي. هتقول لي ازاي كلام حلو وكلام عبثي؟ هقول لك بس اهدى عليا شويه. يلا بينا يا ابو الكباتن نتكلم عن الموضوع ده، لان الموضوع ده مضايقني انا شخصيا بقاله فتره كبيره جدا، لان بشوف ناس كتير جدا في الفتره الاخيره بقت تتكلم على اليو ديانج كانه لاعب عادي جدا او لاعب امكانياته محدوده. من امتى الموجه دي ظهرت؟ ما اناش عارف. يمكن عشان الفتره الاخيره لما طلب ان هو مش عايز يجدد عقده، او ان هو يلعب اساسي بشكل مستمر، او ان هو مثلا في الفتره الاخيره مستواه ما بقاش زي قبل ما يمشي او يطلع اعاره. اقول لك يا ابو الكباتن ممكن برضه، ولكن الناس بتكتب مقالات وبتتعب نفسها في الكلام عشان يقنعوك بحاجه هي كلام، وكلامهم صح وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت كلام مش منطقي يا ابو الكباتن. لما تقول لي اليو ديانج عشان نمشيه لازم نجيب كواليتي اعلى منه، ولا طبيعي انت لو عندك ميسي وعندك كواليتي اعلى من ميسي خلاص ماشي، مشي ميسي وهات كواليتي اعلى من ميسي، مفيش مشكله طالما هتجيب كواليتي اعلى. ولكن خلينا كده نحسبها بالعقل، فين كواليتي اعلى من اليو ديانج؟ هل اصلا في لاعب في الدوري المصري اعلى من اليو ديانج؟ طب هل في لاعب عينك عليه بره في افريقيا اعلى من اليو ديانج؟ هل مثلا لما مشينا عبد الله السعيد جبنا كواليتي اعلى من عبد الله السعيد؟ ما حصلش. لما مشينا رمضان صبحي هل جبنا كواليتي هل جبنا كواليتي اعلى من رمضان صبحي؟ جبنا طاهر على اساس ان هو يعوض رمضان صبحي، واديك شايف طاهر. هل لما مشينا اسامه ابو علي جبنا كواليتي اعلى من اسامه ابو علي؟ هل لما معلول مشي جبنا كواليتي بديل لمعلول اساسا؟ هل لما فلان مشي وفلان مشي وفلان مشي؟ انت ليه بتنسى ان احنا بنجيب لاعب محترف عليه القيمه كل 5 سنين مره وبالصدفه؟ يعني انت لما تمشي اليو دانج عايز تتخيل معايا كده انت، وعايزك تكون متخيل ومستوعب ان انت فعلا هتعرف تجيب لاعب اعلى منه. انت اصلا لو ما جبتش لاعب مصري وقلت انا اكتفيت بكده وعندي مكان وعندي مروان وعندي احمد رضا وعندي مش عارف مين وعندي مين والكلمتين الثلاثه اللي احنا بنشوفهم دول، يبقى بحق. انت لو فكرت يعني تضحي ورحت جبت لاعب محترف اجنبي في المكان ده هتجيب لاعب اقل من اليو ديانج. فالحل ايه؟ الحل انك انت عندك لعيبه كتير جدا محترفين، مش اليو ديانج بس. ممكن تمشي كل اللعيبه دول، لان طبعا مش كلهم افضل من اليو ديانج. في لعيبه كتير جدا ما بتلعبش اساسا اجانب، لما تمشيهم وهات لعيبه اجانب. ولما يكون بقى اليو ديانج وقتها اقل اجنبي موجود، يا عم بمشيه وهات لاعب تاني. لما تجيب لاعب تاني في مركزه ويكون افضل من اليو ديانج يبقى مشي اليو ديانج. ولكن انت اصلا لا عندك لعيبه محترفين على اعلى مستوى، ولا انت عندك لعيبه في نص الملعب اصلا، وعندك نقص في نص الملعب. ولما بيحصل غيابات بتلاعب زيزو وتريزيجيه في نص الملعب وعايز تمشيه لاريو ديانج. طب ما هو انت طبيعي قلت لك لو انت عندك مثلا افضل، لو عندك انيستا وعندك بقى بديل ليه بكواليتي اعلى منه مشيه. بس انت اصلا ما عندكش بديل اعلى منه، ولما تمشيه انا متاكد بنسبه 99% مش هنعرف نجيب بديل اعلى منه. فليه اصلا عايز تمشي اليو ديانج؟ يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك. ديانج عنده عيوب او عنده عيب، وعنده مليون ميزه ثانيه، مليون ميزه تانية. ما تحكمش على اليو دانج في الفتره الاخيره، يعني لان اليو دانج في الفتره الاخيره تحسه متكتف، مش واخد راحته، مش واخد حريته. الانطلاقه اللي كان اليو دانج بيعملها اللي هي التقدميه وبياخد الكره وبيعدي وعنده ستارت مرعب، ما بقاش يعملها. ليه؟ لان المدربين مكتفاه، هو مش حاسس بالثقه، مش حاسس. يعني المدربين مش مدياله الثقه ان هو يعمل كده، فبيلعب السهل، فبيلعب متكتف، بيلعب لعبه مش بتاعته، فطبعا بيعمل ميس باص كتير. ولكن انت لو اديت الثقه او الحريه لاليو دانج هتشوف نسخه مرعبه لاليو ديانج. ده غير ان المباراه الاخيره اللي النادي الاهلي تعادل فيها كان اليو ديانج امام المصري، كان اليو ديانج عنده مباراه كبيره جدا. اليو ديانج دخل منطقه الجزاء اكتر من مره وعمل كروسات وعمل عرضيات. يعني تقريبا كره جراديشار اللي جت في العارضه تقريبا من صناعه اليو ديانج تقريبا، يعني مش متذكر. ولكن اليو ديانج عامل مباراه كبيره جدا. فبصراحه يعني مقوله مشي ديانج وقت كواليتي اعلى منه هي مقوله منطقيه على اي لاعب، مشي اللاعب وكواليتي اعلى منه. ولكن في الحقيقه مع النادي الاهلي ومع الكره في مصر ومع لجنه التخطيط اللي موجوده في النادي الاهلي مشينا 9 لعيبه وما جبناش لحد دلوقتي حد اعلى منهم. في النهايه محمد عبد المنعم مشي وما جبناش حد اعلى منه. فده باختصار قصه موضوع اليو ديانج. فاهدى على نفسك كده وخليك ماسك بالنجوم اللي عندك في الفرقه، وما تستعجلش في الحكم بتاعك. ولما يكون عندك لاعب كويس امسك فيه، لان احنا عندنا للاسف مش حلوه وبنجيب اللاعب اللي زيه ديانج وزي وسام وزي معلول ما ييجوا عندنا بالصدفه. فتمسك كده بالفرصه واهدى على نفسك عشان ما نرجعش نندم في الاخر. نشوفك في فيديو جديد.